يعني الزمالك يبقى الاول على الدوري ومش محتاج غير نقطة واحدة علشان ياخد الدوري، وكمان بتساعدوه وبتفوتوا له؟ لا اله الا الله. لو اول مرة تشوفني يا صاحبي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ارزع الله كلمتين ويلا بينا على فيديو النهاردة. النهاردة هنتكلم عن فضيحة حصلت امبارح بالليل. فجأة مرة واحدة كده لقينا نادي سيراميكا كليوباترا منزل بيان ان رئيس النادي محمد ابو العينين بيتنازل عن حصة سيراميكا من تذاكر الجماهير للزمالك. 20,000 تذكرة بيتنازل عنهم لنادي الزمالك في ماتش الزمالك لو كسبه او تعادل فيه هو بطل الدوري، ياخد الدوري رسمي. يعني ماتش مصيري في الدوري المصري هيتلعب، هيحدد مين بطل الدوري سواء الاهلي او بيراميدز او الزمالك. نبص نلاقي سيراميكا كليوباترا بيتنازل عن حصته في الجماهير. هتقول لي هو عنده جماهير؟ اقول لك لا، ما عندوش جماهير، بس انت كده بتزود قوة المنافس، انت بتقوي المنافس بتاعك اكتر واكتر واكتر. وهقول لك ان الدوري الوحيد اللي في العالم كله اللي الفرق بتقوي المنافس بتاعها وبتديله هدايا، بتقول له تعالى يا حبيبي اكسبني. ده تفويت علني يا جماعة، تفويت علني. واللي يضايقك ان الاعلام المصري ما خدش في الموضوع دقيقتين اتنين. الاعلام المصري قعد سيراميكا كليوباترا يتنازل عن حصته في الجماهير لنادي الزمالك بس، كأنها حاجة عادية، كأنها حاجة عادية خالص، كأنها حاجة. طب تخيل معايا، أنا عايزك تتخيل معايا كده عزيزي المشاهد، لو الموضوع ده حصل مع النادي الأهلي. يعني نفترض إن الأهلي هو اللي مكان الزمالك، لو كسب أو هيتعادل هياخد الدوري. ده علي ماهر مفوت الماتش، ده سيراميكا ادى الجماهير للاهلي، ده ادى التذاكر للاهلي. هي الحركه دي بتحصل في اي مكان؟ نظريه مؤامره، يلا بينا. هيحكوا ويضحكوا بيها لربع قرن قدام والقرون قدام كمان لو دي حصلت للاهلي. انما ازاي يعني الزمالك يبقى الاول على الدوري مش محتاج غير نقطه؟ الكل بيساعده، الكل بيساعده يا باشا. التورته اتقسمت خلاص، التورته اتقسمت. الزمالك بطل الدوري، التورته اتقسمت. انسى الماتش بكره، ايوه الماتش بكره. الزمالك خد الدوري من دلوقتي. انا بقول لك اهو، لو انت واحد من جمهور الزمالك احتفل. الزمالك خد الدوري رسمي، رسمي. الزمالك خد الدوري. سيراميكا يتنازل عن حصته في الجماهير لصالح المنافس بتاعه بأمارة ايه؟ طب ليه؟ هيقول لك اصل في ظل العلاقات القوية ما بين الناديين. يا عم على راسي علاقات قوية ايه وبتاع ايه، مصلحة فريقك يابا، مصلحة فريقك يابا. العالم كله هيشوف ان انت مفوت يابا الماتش، هيبقى شكلك عر قوي. سيراميكا باع الماتش للزمالك، خلاص يا باشا، سيراميكا باع الماتش للزمالك. حسبي الله ونعم الوكيل. والله الفرقة كلها بتعمل عشان خاطر الزمالك، كله بيجي قدام الزمالك بيفوت. حتى بيراميدز بقى بتيجي قدام الزمالك وبتفوت. يعني بيراميدز تيجي قدام الزمالك وبتفوت. سيراميكا انا ما كنتش متوقعها والله، والله ما كنت متوقعها. قاعدين لا بينا ولا علينا نلاقيه بيقول لك بيتنازل عن حصته في التدريب. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي يا عم. لا وكمان مش مكفيهم مساعدة سيراميكا للزمالك، فبيأكدوا على المساعدة أكتر وأكتر، وبيتأكدوا إن الزمالك لازم ياخد الدوري. الاتحاد المصري بيعين ساشا ستيجمان الحكم الألماني حكما لمواجهة سيراميكا والزمالك. المواجهة المصيرية في الدوري المصري مواجهة يا إما تدي الدوري كده يا إما تدي الدوري كده. جايب لك حكم ألماني، حكم هاوي عليه علامات استفهام كتيرة جدا جدا، وله عجايب وله فضايح في الدوري الألماني، فضايح لا تعد ولا تحصى. منها في 2023 إن بروسيا دورتموند كان المفروض هو اللي ياخد الدوري وكان قريب من الدوري، لكن في وجود الحكم ساشا ستيجمان بايرن ميونخ هو اللي خد الدوري بسبب ظلم الحكم لبروسيا دورتموند. والشرطة الألمانية كانت عاملة له دايرة حماية ماشية معاه 24 ساعة. حكم مشبوه. انت دوري مصري، المسؤولين اللي ماسكينه بيقولوا لنا كجماهير ان الدوري ده من اقوى الدوريات العربية ومن اقوى الدوريات الافريقية. ده المسؤولين اللي ماسكين كرة بيقولوا. تمام. انت دوري مصر هو من اقوى الدوريات، عندك ماتش واحد مصيري في الدوري المصري تجيب حكم زي ده؟ تجيب حكم زي ده؟ تعال نعمل مقارنة بسيطة كده. الدوري السعودي كان في ماتش مهم جدا 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 في السعودية ما بين الخلود وما بين الهلال.
كان الماتش ده كان في الكاس، واللي هيكسب هياخد الكاس، ماتش مهم. راحوا جابوا حكم اسمه دانيال سيبرت، حكم ألماني برضه، بس ده حكم من حكام النخبة. شفت بقى الفرق؟ ده الحكم اللي هيحكم نهائي دوري أبطال أوروبا ما بين باريس سان جيرمان وأرسنال. جابوا الحكم والماتش عدى على خير وما حصلش أي حاجة. لما فكروا ان هم يجيبوا حكم ينجح المنظومة عندهم، جابوا حكم من حكام النخبة، وهو الحكم اللي هيدير ماتش باريس سان جيرمان وارسنال. انما احنا راح جاب لك ساشا ستيجمان، حكم لا يفقه شيء عن كرة القدم، حكم مرتشي من الدرجة الأولى، حكم له فضايح كبيرة جدا جدا في الدوري الألماني، حكم كان مهدد قبل كده وكانت الشرطة عاملة له حماية قبل كده. فأنت فين النزاهة عندك؟ فين النزاهة في الدوري بتاعك؟ فين النزاهة؟ هل انت كده مش موجه للدوري؟ بين قوسين كده اكتب محمود بنا محمود وفا الألماني. ده محمود وفا فرع ألمانيا. هل ده مش ظلم؟ هل ده مش قمة الظلم؟ ماتش مصيري زي ده في الدوري المصري، تجيب حكم ألماني لا يفقه شيء عن الكورة، وحكم له فضايح وله سيفيهات كتيرة جدا 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 وعليه علامات استفهام. ليه مصر تعمل كده؟ فضايحك وصلت للعالم كله، انت بقيت هلهولة. اتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام عندنا بقوا عبارة عن هلاهيل ماشية، هلهولة اقسم بالله. والدوري المصري ما بقاش له اي لازمة في وجودكم، اي لازمة ما بقاش له في وجودكم. ده ايه القرف ده؟ ايه القرف اللي احنا بنشوفه ده؟ وكمان بيعينوا محمد امين عمر حكما لمواجهة الاهلي والمصري. محمد امين عمر له كل التحية والتقدير، حكم رقم 1 في مصر، من اهم الحكام في مصر، حكم المونديالي اللي ما حكمش للزمالك طول الموسم غير ماتش واحد. حكم رقم 1 في مصر، حكم مونديالي، دي المباراة الخامسة اللي يحكمها للنادي الاهلي هذا الموسم، ومحكم للزمالك ماتش اللي هو متصدر الدوري. الزمالك متصدر الدوري. لو جينا نبص على الحكام، حكم النخبة عندنا في الدوري المصري هو محمد أمين عمر، الحكم اللي تم اختياره في المونديال، حكم مونديالي لم يتم اختياره للزمالك إلا في مباراة واحدة، وبعد كده ولا كأنه موجود. ولما سيد عبد الحفيظ كان موجود في اتحاد الكورة بيسأل رئيس لجنة الحكام، قال له ده محكم للزمالك 4. رئيس لجنة الحكام بيقول لسيد عبد الحفيظ ده محكم للزمالك 4. قال له طب راجع ورقك كده هتلاقيه محكم ماتش واحد للزمالك. ولما رجع قال له فعلا انا اسف ده هو حكم ماتش واحد للزمالك. فين امين عمر من ماتشات الزمالك؟ فين امين عمر من ماتشات الزمالك؟ فين النزاهة في الكرة المصرية؟ فين النزاهة؟ الاهلي نادي الدولة. تعالى لي بقى، الاهلي نادي الدولة يا باشا. الاهلي بيكسب الدوريات بتاع الاهلي، واخد 45 دوري، منهم 44 بالتحكيم، منهم 44 الدولة اللي مساعداه، منهم 44 اتحاد الكرة اللي مساعده. الاهلي نادي الدولة يا باشا. الاهلي نادي الدولة، ها؟ الاهلي نادي الدولة. ركز كده وانت بتقولها، وابقى علي صوتك وانت بتقولها. زملكاوية حافظين مش فاهمين. النادي الوحيد اللي بيستفاد من التحكيم الزمالك. النادي الوحيد اللي بيستفاد من اتحاد الكوره الزمالك، سواء اتحاد الكوره السابق او الحالي او الزمالك الوحيد اللي بيتعمل له كل حاجه، وبيطلع يقول ان بيتعمل للمنافس بتاعه كل حاجه، وهو اللي بيتعمل له كل حاجه. وكلنا عارفين القصه وكلنا عارفين الحكايه، والتورته اتقسمت والزمالك خد الدوري وبانت لبتك يا حبيبي خلاص، وكل حاجة بانت. كمان لجنة الحكام عينت الحكم محمود ناجي حكم ماتش بيراميدز وسموحة، ماتش مهم جدا جدا وماتش مصيري برضه في الدوري. الثلاث ماتشات أهم من بعض. الوحيد اللي ضمن ماتشه الزمالك بسبب عوامل كتير هنقولها دلوقتي، قلناها وهنقولها تاني وهنفضل نقولها. الزمالك خلاص خد الدوري، لكن ماتشين بيراميدز والأهلي عليهم كلام كتير. ايه هو الكلام؟ بيراميدز لو كسب والزمالك خسر، اللي هو مستحيل، الزمالك بيراميدز هياخد الدوري لاول مره في تاريخه. طب سيبك دلوقتي علشان الزمالك مش هيخسر والزمالك خد الدوري خلاص، ندخل على بيراميدز. بيراميدز لو خسر او تعادل، اي تعثر لبيراميدز
على العموم بقى تعادل خسارة، وفوز الاهلي على المصري. الاهلي يلعب دوري ابطال افريقيا وبيراميدز هو اللي يلعب كونفدرالية. الاهلي دلوقتي في محاولة ان هو يلعب دوري ابطال افريقيا وما يلعبش كونفدرالية، لان النادي الاهلي طبعا مقامه دوري ابطال افريقيا وبس، هو الاول على افريقيا 12 بطولة، وهنفضل نقولها اسياد افريقيا غصب عن اي حد. وبالنسبة للنادي الأهلي، الأهلي بيستعيد خدمات المغربي الباك الشمال يوسف بالعمري في مباراة المصري. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أحمد نبيل كوكا واخد إنذار ثالث وموقوف عن اللقاء، ولازم اللي يلعب يوسف بالعمري، لأن محمد شكري لو لعب على الله السلامة ساعتها الزمالك هيخسر وبيراميدز هيخسر واحنا هنخسر احنا كمان بسبب محمد شكري. فربنا يستر ومحمد شكري ما يلعبش ويوسف بالعمري هو اللي يكون موجود في اللقاء. وامبارح تعرض المدير الفني للنادي الاهلي يسرب لوعكه صحيه وتم نقله للمستشفى، جاله مغص كلوي، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. لكن الحمد لله طبيب النادي الاهلي قدر ان هو يطمن الجماهير عليه وقدر يطمن الناس عليه وهو في حاله مطمئنه. لحد الان ما خرجش من المستشفى، لكن ان شاء الله هيخرج من المستشفى على الاسكندريه على طول لمواصله عمله مع النادي الاهلي ويباشر مهام عمله ويمسك مباراة المصري، علشان دي آخر مباراة للمدير الفني يسرب. يا دوبك إن شاء الله يلعبها وياخد شنطته ويطلع على المطار، وهنديله علاجه معاه في الشنطة مع السلامة يا عم يسرب. والله كانت رحلة زي الفل، ونتمنى إن هي ما ترجعش ولا تعود من تاني يا رب. النادي الاهلي بالنسبه للمدربين، النادي الاهلي حاطط قدامه كذا سيفيل كذا مدرب، لكن النادي الاهلي مهتم بالتعاقد مع الهولندي فان بومل. وفان بومل بالفعل رد على النادي الاهلي امبارح وقال لهم انا جاي لي كذا عرض، هشوف العروض اللي قدامي وهدرس العروض اللي قدامي وهرد عليكم في اسرع وقت سواء بالقبول او بالرفض. هنشوف النادي الاهلي هيعمل ايه في الملف ده، وربنا يستر ونجيب مدرب كويس يقدر يمشي اللعيبه اللي موجوده دي. لو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك ودعمك، مستني رايك في الكومنتات. سلام.